احكي لك موقف وانا في انبي. كنا بنتمرن في بيترو سبورت وانا ساكن في الكتكات. تمام. والله العظيم يا نور، انا كان ابويا مثلا يديني مثلا 20 جنيه ساعتها دي، كانوا يودوني النادي ويجيبوني. ف بس انا كنت ببقى عايز اكل مثلا مش عارف ايه، فممكن ما يقضيش معايا يعني، كنت بحافظ شويه، احاول احافظ شويه. فجت مره، انا المفروض ان انا من عند بيترو سبورت كده، كانت الدنيا هناك في التجمع مش زي دلوقتي خالص، لازم اخرج على شارع ال90 عشان اركب ومش عارف ايه وموال، ولو لقيت اصلا مواصلات لرمسيس وموضوع كبير جدا. والله العظيم يا نور زي ما بكلمك. فانا خلصت تمرين، كنت بتمرن مع الفريق الاول الفتره دي، واللعيبه كلهم معاهم عربيات. تمام. محدش قال لي يعني، انا ماشي والدنيا ضلمه مش عارف، ممكن بقى ما حدش شافني، بس لا اعتقد ان في ناس شافوني يعني، فاهم. محدش قال لي مثلا يا ابني انت رايح فين، تعالى اوديك. انا اصلا انا مش معايا فلوس اركب كذا مره، فاهم. فانا همشي بقى من بيترو سبورت لحد شارع 90 بره عشان اركب، فاهم. والله العظيم يا نور رحت واقف كده، والله العظيم قلتها في حياتي، قلتها كده عمري ما هنسى الموقف ده، لان وانا اول يوم بجيب فيه عربيه يا نور انا عيطت وافتكرت الموقف ده. قلت والله العظيم انا هبقى لعيب جامد ولعيب كبير وهيبقى معايا عربيه زيكم، مش هبقى محتاج، والله العظيم. وكان اول مره بقى رايح استلم العربيه بتاعتي دي، عينيا دمعت يعني. الراجل بيجيب لي العربيه من تحت كانوا بيغسلوها وكده، عينيا دمعت وافتكرت الموقف ده والله. ففي حاجات كده مؤثرة بتحصل بتعلم في دماغك، بتعلم وبتبقى حافز ليك والله. بالظبط.